بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتكم ام لارا في المهجر. حبيباتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا رب العالمين. وصفه اليوم هي اروع كيك، يعني صراحه يجي خفيف، هو كيك بالحامض يعني ولا اروع صراحه، يجي بزاف هشيش وبزاف لذيذ ما شاء الله عليه. واذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنسوش ديروا الجيم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. نبداو على بركه الله، نخدموا الكيك تاعنا ونذكروا او ميم طون المقادير. انا عندي في الريسيبيون نحط 200 غرام سكر عادي، نبشر عليه 3 حبيبات تاع الحامض. انا عندي حبيبات صغار، اذا كانوا عندكم كبار تكتفيوا ب2 حبات. يعني كما قلت لكم هذا الكيك صراحه يجي رائع، يعني مذاقه رائع رائع بزاف بنين. نتمنى تجربوه وترجعوا لي بالخبر ان شاء الله. انا نكمل نبشر الليمونات اللي عندي، نخلط لو سكر مع لو زيت دو سيترون مليح مليح يماريز، يعني نحك مليح هذا السكر مع لو زيت دو سيترون ونخليه يرتاح لمدة 10 دقائق. من بعد نرجع له بعد ما ارتاح. انا نضيف له 3 حبات بيض، ونخلط بالفوي، يعني نخلط بالباتور الكتريك، نخلط حتى وين يرجع معايا الخليط ابيض. يعني هذه المرحله مهمه جدا، يعني ماشي تخلطي غير شويه اختي الكريمه وتقولي صاي خلاص راه ندمجوا. يعني الكيك تاعك باش يجي هشيش وما يجيش مدكس لازم تخدميه مليح، لازم يكون مهوي، لازم قلت لكم يرجع الخليط ابيض. شوفوا كيفاش رجع معايا الخليط حبيباتي، شوفوا كيفاش رجع ابيض. انا هنايا نزيد له 95 غرام كريمه كريم فريش، نكمل نضرب. كما نزيد له عنصر يعني نضرب بالفوي، يعني ما نحبسش كامل بالفوي هكذا باش يتهوى معايا مليح مليح. ونضيف له غرفه صغيره، يعني نصف ملعقه صغيره ولا ربع ملعقه صغيره تاع الملح. نكمل نخلط ونزيد نضيف له 2 ملاعق عصير ليمون، يعني عصير حامض. كذلك نخلط، نزيد له الفارينه 190 غرام فارينه مع نصف ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى، ونخلطهم مليح 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 مليح. يعني الفرينه تقدري تقسميها على 3 مرات هكذا باش ما تغلبش. وفي الاخير نزيد لهم 60 غرام زبده دائبه. كما نخلط ونفرغ في مول الكيك ونخليهم يطيبوا على فرن مسخن به 170 درجه. خليه يطهى حوالي 50 حتى 60 دقيقه، يعني نعس مليح الكيك تاعي باش ما يتحرق. نجو نخدمو السيرو. انا عندي 30 غرام السكر، عندي ملعقه كبيره تاع عصير حامض راح نستعملوها فيما بعد، و75 غرام ما، يعني نخلط السكر مع الماء. 30 غرام سكر مع 75 غرام تاع ماء، نخلطهم نخليهم حتى واحد 10 دقائق على نار هادئه، غير يفوتو يغلي غير شويه، يعني يذوب السكر. نضيف له ملعقه كبيره تاع عصير حامض، يعني ولا نصف حبه عصير حامض. بعد ما نخرج الكيك تاعي من الفرن وهو سخون راح نسقيه بكامل هذاك السيرو اللي خدمته. يعني الطهي تاع الكيك تاعنا مهم جدا اختي الكريمه، يعني لازم يطهى مليح مليح وما يقعدش معجن داخل باش ما يجيش قلت لكم مدكس. يعني قبل ما تخرجيه، يعني خدمه وحده والفرن تاعها، دونك دخلي الموس اذا شتيه ناشف عارفي بلي الكيك تاعك طاب. نخليه حتى وين يبرد تماما باش نحيه من المول، يعني بعد ما نضيف له السيرو هذا خليه يبرد في المول. سينو اذا حبيتي في الاول تنحيه من المول وتسقيه في الصحن. هاوليكم ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تجربوه. كما قلت لكم الطهي تاعو يعني مهم جدا. الفرن قلت لكم سخنوه على درجه الحراره 170، خلوه حتى 50 ولا 60 دقيقه. الله يحل اياماتكم ان شاء الله وياماتنا يا رب العالمين.
نتلاقاو في وصفة أخرى.